أولا ضرورة تحقيق الحكم الذاتي كأدنى استحقاق لحضرموت. ثانيا نخاطب المجمع الدولي والإقليمي ونخص الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائدة الحلف العربي الاستجابة لإرادة الشعب الحضرمي لاتخاذ خطوات عاجلة لتطبيق الحكم الذاتي. ثالثا نرفض رفضا قاطعا العودة تحت هيمنة بقية الأطراف بأي شكل من الأشكال. رابعا الدفاع عن أرضنا وحماية أنفسنا، حق مكفول لنا من خلال التجنيد الكافي لأبناء حضرموت، ونحن الأولى بأمنها واستقرارها. خامسا التأكيد على الانفتاح مع جميع الجهات في كل ما يخدم مشروع حضرموت. سادسا طموحنا البناء والتنمية والعيش الكريم اسوأ بشعوب العالم والاستقرار في كل جوانب الحياة، لما ذلك من تأثير إيجابي مباشر على معيشة المواطنين. سابعا التأكيد على سرعة التنفيذ وإسعاف حضرموت بالطاقة الكهربائية الكافية بقدرة 500 ميجا مرحلة أولى، على أن يتم تغطية النقص الحالي بطاقة عاجلة تضاف قيمتها على نفس المشروع أثناء فترة التنفيذ. ثامنا نمد أيدينا لما يخدم السلم في بلادنا والإقليم والعالم، ولن